طبعا العذراء المتضعة الجميلة الوديعة ما نسمع لهاش صوت ولا تقول تعترض ولا حاجة. رحلة شقة ويؤدي في الآخر أن يولد في مزود بهايم. عارفين ليه ولد في زريبة؟ التفسير اللي هقوله لكم ده أنا سمعته هناك في بيت لحم. الجايد اللي كان بيزورنا قال إن عند اليهود نظام إن البيت اللي تولد فيه امرأة يبقى الأوضة دي نجسة لمدة 40 يوم، وساعة الاكتتاب كان موسم الشاطر اللي يأجر بيته والأوض علشان الناس اللي هيجوا يبيتوا ليلة ويمشوا. فلما يلاقوا واحدة بطنها منفوخة على وشك الولادة يقول لها ما عندناش مكان. أولا هتولد هتقعد لنا أسبوع، وبعد ما تمشي مش هنعرف نأجر الأوضة دي لمدة 40 يوم. فسامحوني وسامحني يا عاضر، أنت نجسة مش بعيد، نجسة مش بعيد، نجسة مش بعيد. مين المكان اللي قبلها؟ المكان النجس، المكان النجس زريبة. طيب ربنا كان قصده ايه؟ هو في الحقيقة مين اللي بيتولد في زريبة بهايم؟ الحملان. فالمسيح لما اتولد في مكان بيتولد فيه الخرفان عايز يقول لهم انا الذبيحة اللي هتتقدم، انا حمل الله حامل خطية العالم. ولاحظوا في ميلاده مين اول ناس عرفوا الخبر؟ رعاة. فمتخيل الملاك كأنه بيقول لهم ايه؟ بتعملوا ايه؟ احنا بنرعى الغنم عشان ايه؟ عشان يتقدم ذبيحة. خلاص بيطلت، جالكوا الذبيحة الحقيقية. طب مولود فين؟ قال لهم ما انتوا عارفين بيتولد فين الحمل؟ روحوا الزريبة هتشوفوه هناك، طفلا مقمطا موضوعا في مزود.